قبل ما ابدا الفيديو عايز اعرفك يا صديقي ان رجعت لك بحكاية هان اللي اتنقل لعالم تاني فيه هو الرجل الوحيد، وعليه ان يتزوج جميع الفتيات في العالم، وجميع الفتيات بيشوفوه بيقعوا في حبه وبيتنافسوا على الزواج منه. الحكاية ديت من امتع الحكايات اللي هتشوفها عندي. فيديو ساعة وشوية من المتعة والاثارة التي لم ولن تراها الا عند العبد لله. بس قبل ما ابدا ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة علشان انزل لك باقي الاجزاء، ويلا نبدأ الحكاية. وده هو هان بيفتح عينه بيلاقي نفسه متربط من ايديه ورجليه، وبيكون على السرير سالت ملط. فبيتفاجئ لما بيلاقي الدكتورة المثيرة ديت قدامه بتقوله صباح الخير يا عزيزي. فبيتفاجئ وبيسألها عن وجوده، فبتعرفه ان هو البطل المنتظر للعالم ديت علشان ينقذه، عشان لازم ينقذ العالم. لابد انه يتجوز 12 فتاة من الابراج عشان ينقذ العالم ويفعل البونجا بونجا. فهان بينصدم، بس قبلها بنرجع بالزمن يا صديقي لساعة واحدة عشان نعرف ايه اللي حصل. وده هو هان بيكون في المدرسة الثانوية، بيطلع يجري وبيكون مستعجل. بيوصل عند سطح المدرسة وبيقابل صديقة الطفولة ماهي اللي بتشكره عن وجوده. فبيقول لها كنت عايزة تتكلمي معايا في ايه؟ قولي. فبتكون متوترة وبتقول له مش هقدر اقولك. فبيقول لها ليه؟ احنا اصدقاء من فترة طويلة، قوليلي. فبتتوتر ولكن بتجمع كل شجاعتها وبتقول له انا حامل في طفلك. فبينصدم وبيقول لها ازاي؟ فبتعرفه ان هي حست باعراض الحمل من فترة طويلة، كمان هي واثقة ان الطفل ديت بيكون ابنه. فبينصدم وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ ازاي ده انا حتى ما قربتش منك ولا فعلنا البونجا بونجا. فبتقول له انا مش عارفة، بس انت عايز تعرف ابو الطفل الحقيقي هو مين؟ فبيقول لها قولي. ولكن مش بيلحقوا يا صديقي، لان مرة واحدة في تعويذة سحرية بتوصل في المكان وبتسحبهم هما الاتنين. بعد ذلك هان بيلاقي نفسه في مكان عامل زي المتاهة، فبيبص حواليه بيلاقي هيومي. فبيقرب منها وبيقول لها انت بخير؟ فبتقول له اه. فبيقول لها احنا لازم نخرج من المكان ديت. فبتقول له اكيد لازم نخرج. وبعدها بتعرفه ان هي اكتشفت ان هي حامل بطفل بعد ما حست من حوالي اسبوع باعراض الحمل، ولما دورت على الانترنت اكتشفت ان هي حامل. فبيقول لها تمام، اوعدك بعد ما نخرج من هنا لازم نروح للدكتور ونطمن على حالتك وهل انت حامل ام لا. فبتفرح جدا من اهتمامه وبتقول له شكرا يا عزيزي. ولكن مرة واحدة هيومي بتتعب يا صديقي، فهان بيجري عليها يمسكها ولكن بتصرخ. فطاقة سحرية يا صديقي بتحوط المكان وبتطير هان في الحيطة. هيومي بتبدأ تتألم، بتظهر على وشها علامة سحرية، بتبدأ تصرخ وتخرج منها طاقة شيطانية، والطاقة ديت بتتشكل على هيئة شيطان. الشيطان بيبتسم لبطننا، الشيطان بيبتسم لبطننا، بيبدأ يهجم على هان بهجمات قاتلة. فهان بينصدم وبيحاول يتفادى هجماته. في الوقت ده هان هو كمان بتظهر على ايده علامة سحرية، بيستدعي سيف يا صديقي وبيتجنب هجوم الشيطان. بعد ذلك بيقف عند هيومي علشان يحميها وبيقول لها لا تقلقي يا عزيزتي. بعدها بيهجم على الشيطان بهجمة واحدة، بيقضي عليه نهائيا وبيطمن على هيومي. بعد ذلك ولكن هان وهيومي بيلاحظوا كسر في الحيطة فبيخرجوا منه. وبعد ما بيخرجوا بيكتشفوا ان هم في غابة ملهاش اول من الاخر، فبيكونوا متفاجئين. في الوقت ديت هيومي بتسأل هان عن العلامة اللي في ايده، فبيتفاجئ وبيقول لها انت كمان على وشك علامة. فبيبصوا هما الاتنين وبيكونوا متفاجئين. هان بيقول لها ده دليل على زواجنا يا عزيزتي. فبتتضايق وبعدها الاتنين بيقعدوا يضحكوا. بعد ذلك هيومي بتتفاجئ بالكائن السحري ديت اللي بيكون بيتسلقها وبيقرب من هيومي. فهيومي بتترعب، بتمسك الكائن ديت وبتحدفه بعيد، فبيلزق في الشجرة. وبعدها بيرحب بيهم وبيقول لهم اهلا بيكم في عالم السحر. بعدها الكائن ده بيقرب من ماهي وبيقول لها انتي فتاة مثيرة، فبتتحرك جدا. بعد ذلك بيظهر المحارب ديت اللي بيسألهم عن وجودهم هنا. فالكائن اللي بيكون اسمه مان بيعرفهم ان دولت مستدعيين للعالم الجديد بتاع
بتاعهم وبص على العلامة السحرية. فالمحارب بيتفاجئ وبيرحب بيهم، بيقول لهم بيرحب بيهم وبيعرفهم ان هم في مكان خطر والمفروض يتبعوه وراه. وفعلا بيتبعوه لأرض السحر مدينة كوروفالا. بيعرفهم على المدينة وان المدينة ديت الاكثر فتيات، يعني المدينة ديت مليانة بالفتيات يا صديقي، والشباب قليلين جدا لدرجة ان هم لا يتخطوا 10 رجال. بعدها المحارب بيعرفهم انه هو محارب في المملكة، كمان بيعرفهم ان العالم ديت مليان بالسحر والوحوش السحرية. بعد ذلك بيوصلوا عند المملكة والملك بيرحب بيهم وبيعرفهم بنفسه. بعدها بيعرفهم ان هم انتقلوا للعالم ديت بالتحديد لينقذوا العالم لان العالم في خطر. بيطلب منهم ان هم ينقذوا العالم. فهيومي بتتفاجئ وبتعرفوا ان هم مجرد طلاب ثانوي. فالملك بيعرفهم ان هم تم اختيارهم من قبل التعويذة السحرية ان هم يتنقلوا للعالم ديت، وان التعويذة ديت مش بتحصل غير كل 10 سنين، وان كل شخص فيكم المفروض يكون حصل على طاقة جبارة لا مثيل لها، وان هم لازم ينقذوه العالم ديت لان العالم بيتهدد بخطر الوحوش. فهان بيتفاجئ وبيقول له طب لو رفضنا وعاوزين نرجع للبيت. فالملك بيعرفهم ان للاسف مش هيعرفوا يعملوا تعويذة الا ما هم يتموا القضاء على كل الوحوش اللي في العالم والعالم يبقى سلام. بعد ذلك هيقدروا يرجعوا للعالم بتاعهم. فهيومي بتكون متوترة وبتعرفوا ان هم مجرد طلاب ازاي هيقدروا ينقذوا العالم، ولكن مرة واحدة هيومي بتفقد الوعي. فهان بيخاف عليها وبيجري يمسكها وبيقول لها انت بخير. بعد ذلك بنشوف هان بيكون ماشي مع الكائن مانو بيبدأ يعرفوا على بعض الاشياء في العالم. فهان بيسألوا عن ماهي فبيعرفوا ان الدكتورة عالجتها وان هي دلوقتي بترتاح، ولو هو كان حابب يشوف الدكتورة المملكة المثيرة لان هي مش دكتورة عادية، دكتورة مليئة بالإثارة، لو حابب يشوفها فهو يجي وراه. فهان بيقول له تمام، ولكن مانو بيقول له لا انت لازم ترتاح دلوقتي، انت جيت لعالم تاني ارتاح ولازم تستعد لان بالليل مش هتقدر تنساه. فهان بيتفاجئ وبيقول له قصدك ايه؟ فبيقول له هتشوف بعينك. بعدها بنروح يا صديقي للفتاة اللي في الكنيسة ديت، ودي بتكون رئيسة الكنيسة، بتقول اخيرا الكاهن الاعظم وصل. بعدها بالليل بنروح لهان وبيكون نايم ولكن بيحس بضوضاء فبيفتح عينه وبينصدم لما بيلاقي نفسه سلت مالته متربط من ايديه ورجليه، وبينصدم من الدكتورة اللي قدامه اللي بتكون رائعة جدا، دكتورة اجمل ما يقال عنها الكلام. فبيكون مصدوم وبيسألها هي ربطاه كده ليه وعاوزة منه ايه، وبيكون محرج جدا ومتوتر. فبتعرفه ان هي بتكون الدكتورة الملكية روز. كمان بتقول له انا مرضتش اشيل كل ثيابك، انا سبتلك بعض علشان بس الاحراج، بس بعد ذلك هشيل كله لان مفيش بينا احراج يا عزيزي. بعدها بتقرب منه وبتعرفه ان هو عنده الكثير من العلامات السحرية تتبين ان هو الكاهن الاعظم اللي هم مستنيينه. فبيقول لها قصدك ايه؟ فبتعرفه ان هو لازم يفعل البونجا بونجا. فبينصدم وبيقول لها انا؟ فبتقول له انت لازم تفعل البونجا بونجا. بعدها هان بيقول لها طب انا المفروض اعمل ايه؟ فبتعرفه ان هو لو عاوز يرجع لعالم البشر فهو عليه انه يدمر المتاهة السماوية اللي في العالم ده، كمان يقضي على جميع الوحوش. فبيتفاجئ وبيقول لها بس انا مجرد طالب، ازاي هقدر انقذ العالم وادمر المتاهة؟ فبتعرفه ان الموضوع مش هيبقى لوحده لان هو لازم يكون معاه ال 12 الكهنة من الاعظم اللي تم اختيارهم، عليه ان ينجب 12 نجمة يا صديقي علشان يقدر يدمر المتاهة، وال 12 نجمة دولت عليه ينجبهم من 12 كاهنة. بتبدأ تعرفوا على الفتيات وقد ايه هم جميلات ورائعات ومثيرات. كمان بتبدأ تعرفوا ان هي اصلا الدكتورة روز بتكون واحدة من الابراج العظيمة وعليه يفعل البونجا بونجا مع لانجاب نجم قوي. ماهي بتظهر وبتقرب من سينج، بتعرفوا ان الدكتورة قالت لها نفس الكلام ديت وان هي بتكون برج العذراء. وكمان الدكتورة روز بتعرفها ان الاعراض اللي هي كانت حاسة بيها وكانت معتقدة ان ديت حمل، فديت كانت اثار التعويذة اللي هم عملوها علشان ينقلوها للعالم ده. فهيومي بتفرح جدا لان هي ما طلعتش حامل من الاساس. الدكتورة روز بتقرب من هان وبتقوله عليك ان تفعل طقوس الحب
فبيتفاجئ وبيقول لها ايه طقوس الحب ديت، فبتقول له ما تقلقش انا افهمك كل حاجه، وبتعرفه انه عشان يقدر يدمر المتاهه فلازم يفعل البونجا بونجا مع 12 فتاه ويستمتع كثيرا. في الوقت ديت مانو بيقرب منه وبيقول له علشان تقدر تدمر المتاهه فانت عليك ان تفعل البونجا بونجا مع 12 فتاه سوف تستمتع كثيرا. فبينصدم ومش بيعرف يرد عليه، بيكون محرج، بيتخيل نفسه مع احد الفتيات الابراج، ومانو بيقول له طبعا الموضوع هيكون ممتع. فبيقول له اسكت يا غبي. اما روز بتقول له لا تقلق انت لازم تنجب 12 نجمه، 12 نجمه هياخدوا منك الطاقه السحريه والجباره، وانه هو بيكون الكائن الاعظم لعمل البونجا بونجا. في الوقت ديت روز بتقول بلاش كلام كتير تافه، يلا بينا نعمل طقوس الحب. فهان وماهي بيتوتروا، هان بيقول انا مش ممكن اعمل كده، فالدكتوره بتعرفه ان هو لازم يفعل البونجا بونجا مع احد الابراج لو عاوز يرجع للعالم بتاعه تاني. فبيتوتر وبيضطر يوافق، وكمان هيومي بتوافق. يلا نجهز لطقوس الحب. وبعد ذلك بنشوف هان وهيومي وهما بيكونوا الاتنين محرجين جدا، وبيقولوا هو احنا لازم نفعل كده علشان نرجع للعالم التاني غير كده، وهيومي بتقول غير كده الموضوع محرج، الدكتورة ومانو ينظرون الينا. فهان بيكون محرج جدا، ولكن هيومي بتعترف له ان هي بتحبه من فترة طويلة وان هي ما عندهاش مانع ان هي تفعل البونجا بونجا. كمان بتعرفه ان هي كانت نفسها ان هي تنجب طفل منه، فبينصدم وبيكون مش مصدق، بيكون فرحان جدا. بيقول لها هو انت كنت بتحبيني من فترة طويلة؟ فبتقول له اه. فبيعرفها ان هو كمان كان بيحبها من فترة طويلة وكان مخطط في المستقبل انه يعترف بحبه ليها. فبتعرفه ان هي بتحبه. بعدها بتقرب منه فبيقول لها بكل تأكيد. بعدها بيساعد ماهي في الشلح، وطبعا من بعدها بيعملوا طقوس الحب. بتحصل حاجات مش عادية، حاجات مليئة بالرومانسية وفعل البونجا بونجا. وطبعا مش هتشوف ديت حفظا على ارتفاع درجة المكان من حولك يا صديقي. بالفعل بيتم ولادة أول نجمة يا صديقي. بعد ذلك بتظهر الدكتورة ومانو، والدكتورة بتهني هان على ولادة أول نجمة محارب يا صديقي، وده بيكون النجمة بتكون خصائصه محارب. ولكن هان وهيومي بيفرحوا وبيبصوا لبعض بكل حب، ومن الواضح ان هما وقعوا في الحب. باليوم التاني بنشوف هان وهيومي وهما بيكونوا ماشيين وبيتجولوا، والاتنين بيكونوا محروجين جدا من اللي حصل امبارحة. فبيجي مانو بيقعد يرخم عليهم وبيقول لهم هو انتوا محرجين مني؟ هو انتوا محرجين دلوقتي بعد ما فعلتوا البونجا بونجا يا خلابيس؟ وبيقعد يتريق عليهم. فهيومي بتتحرج جدا، بتمسكه وبتحدفه بعيد. بعدها هان بيسأل هيومي هو ايه اللي هيحصل بعد ولادة النجم الاول؟ فمان بيرد عليه وبيعرفه ان النجم راح لمكان المحاربين علشان يتدرب على المبارزة ويصبح اقوى عشان يدخل يحارب مع والده في المتاهة اللي هو انت. فبيتفاجئ وبيقول له هو انا مطلوب منك اروح اشوف النجم الاول؟ فمان بيتفاجئ وبيقول له حاضر، يا لك من اب حنون فعلا. واثناء وهم ماشيين بنشوف احد الفتيات يا صديقي من الابراج، وبتكون بتراقب بطنة وبتخطط لشيء. بعدها بتعمل نفسها بتجري ومش واخده بالها، فبتخبط في بطنة وبتقرب منه، فبطنة بيتحرك جدا. بعدها الفتاة بتعمل نفسها مش مهتمية وبتقول له ابعد عني يا منحرف. وبعدها بتاخد قطعة الخبز وبتكمل جري. بيسأل مان من الفتاة ديت، فمان بيضحك ضحكة كلها خبز. بعد كده هان ومان بيروحوا للأكاديمية ديت، في انتظارهم الدكتورة روز بترحب بيهم. بعدها بتاخدهم للغرفة ديت بيكون متجمع فيها ال 12 فتاة من الأبراج السماوية. كمان روز بتبدأ تعرف ال 12 فتاة على الكاهن الأعظم الذي سوف يفعل البونجا بونجا معهم. بعدها روز بتبدأ تقول لكل فتاة عرفي نفسك على زوجك المستقبلي. بالفعل أول واحدة بيكون اسمها رون، حاكمة برج الحمل ورئيسة الكنيسة في المدينة، ودي بيكون اسمها نور، حاكمة برج الثور كمان شغالة في التوصيل، ودي بيكون اسمها لوسي. في الوقت ده مانو بيضربها على دماغها، فبتظهر اختها ملكة الشياطين، ودي بتكون حاكمة برج الجوزاء، ودي بتكون روك حاكمة برج السرطان. فهان اول ما بيشوف روكي بيتفاجئ لان دي بتكون نفس الفتاة اللي خبطت فيه. فروكي بتقول له مش مهم انك تفتكر اسمي، وبتكون محرجة جدا. ودي بيكون اسمها ليلى، حاكمة برج الاسد من عيلة نبيلة جدا، ودي ميا
برج الميزان، وبتقدر تستخدم السحر. ودي ريم برج الثور، ودي كيرا برج الجوزاء، ودي مياو برج الرماد وصاحبة خبز حلويات. وفي النهاية روز بتعرف على نفسها وإن هي بتكون حاكمة برج العقرب. في الوقت ده يا صديقي مانو بيقرب من هان وبيقول له يا ابن المحظوظة 12 فتاة من الأبراج سوف تفعل البونجا بونجا، أكيد أنت في غاية السعادة. فبيقول له مش قوي، فبيقول له يا لك من خلبوس، هل اخترت أي فتاة هتكون معاك اليوم في طقوس الحب؟ فبيتوتر ومش بيعرف يرد عليه. فبيقول له ما تقلقش أنا هنا علشان أساعدك، وبيجيب الكتاب ديت وبيحطه في جيبه وبيقول الكتاب ديت هيساعدك في معلومات كتيرة ازاي يقرب من ال 12 برج ويفعل البونجا بونج ويفعل البونجا بونجا، نسخة محدودة جدا. فهان بيتفاجئ وبيقول له شكرا، انا كنت فعلا محتاج الكتاب ديت. فبيقول له بس اهم حاجة لازم تتعلم الاساليب. وبالليل بنشوف يا صديقي مانو بيكون بيتكلم مع روك وبيقول لها انت لازم تفعلي البونجا بونجا مع هان علشان تنجبوا النجم التاني المحارب. فروكي بتتوتر وبتقول له لا، ولكن مان بيقدر يقنعها باساليبه الخبيثة. تاني يوم هان وماهي بيكونوا ماشيين وبيكون معاهم مان اللي بيعرفهم ان جميع الفتيات تفال بمناسبة الكاهن الاعظم اللي جه للعالم. وفعلا هان وماهي بيروحوا بيلاقوا جميع الفتيات يا صديقي متجمعين وكل شخص جايب بعض الحلويات. يعني مياو جايبة حلويات من الخبز بتاعها، فيرو جايبة جميع الحلويات والخدم شايلينها، وكل الفتيات متجمعين وبيقعدوا يا صديقي يجيبوا بعض الحلويات لبطلنا ويأكلوه ويتغزلوا فيه. فبطلنا بيكون متفاجئ ولكن بيكون عاجبه. في الوقت ديت هان بيتفاجئ ان روكي مش قاعدة معاهم، فبيتفاجئ بعدها بيقوم يدور عليها، وفعلا بعد تدوير بيلاقيها في حديقة الزهور ديت بتلم بعض الزهور. فهان بيقرب منها فبيقول لها وانت بتعملي ايه؟ فبتقول له انت مالك؟ فبيقرب منها وبيقرر انه يساعدها في لم الزهور وبيبدأ يساعدها في لم الزهور. فبتتفاجئ بعدها بتقرب منه وبتسأله هل هو بيتقرب ليها لفعل البونجا بونجا؟ فبيتوتر وبيقول لها لا، بغض النظر فانا بساعدك لانك من الواضح انك بتحب الزهور النادرة ديت. فبتقول له لا، انا بجمع الزهور ديت للاطفال في الاطفال في دار الرعاية لان هم بيحبوا الزهور ديت. فبيقول لها وبعدها بيقعد يساعدها ويتكلموا شوية. وروكي بتعجب يا صديقي ببطلنا، وطبعا بطلنا بيقدر يكسب قلبها بفضل الكتاب اللي مان اداهوله لخداع الفتيات. بعد كده روكي بتلم الزهور اللي هي عايزاها وبتاخد بعضها وبتمشي، ولكن هان بيبص عليها بكل اعجاب. بيقرر ان هو يمشي، ولكن في الوقت ديت ماهي بتيجي وبتقول له مالك يا عزيزي، هو انت قاعد لوحدك؟ فبيقول لها انا كنت قاعد مع روكي. فبتقول له طب وتقعد معاها ليه؟ ما تقعد معايا انا. وماهي بتكون شربت بعض العصير يا صديقي وسكرت بعض الشيء. بتقرب منه وبتنه بتعرفه ان هي بتحبه من فترة طويلة وبتفكروا بأول يوم التقوا فيها وان كان في بعض الاطفال يتنمروا على ماهي، ولكن هان وقف وضرب الاطفال ودافع عنها، ومن ساعتها وهي وقعت في حبه. فبيقول لها انا فاكر. فبتفكروا بيوم المهرجان. فبيقول لها مهرجان؟ انا ناسي يوم المهرجان ده ايه اللي حصل. فماهي بتتضايق وبتقوله انت لازم تفتكر بنفسك. في الوقت ده الفتيات بينادوا على بطلنا هان، فبيعتذر منها وبيروح لهم. اما ماهي بتبص على بطلنا بكل حب. بعد ذلك يا صديقي هان بيكون ماشي وبيفتكر الوعد اللي قطعه لماهي من 10 سنين في يوم المهرجان، وأطار ايه هو. في الوقت ده بيظهر في وشه مانو اللي بيقول له مش بتفكر انك تجيب النجم التاني تدربه مع النجم الاول علشان تصبح اقوى؟ فبيقول له فعلا. بعدها بيروحوا لساحة التدريب وبنشوف النجم الاول وهو بيتدرب مع المحاربة سان اللي بتكون جادة جدا في التدريب وبتقسى على النجمة الاولى، ولكن هان بينادى على النجمة الاولى. فسان اول ما بتشوف هان بتتغير 180 درجة وبتقول له اهلا يا عزيزي، انت الكاهن الاعظم، انا معجبة بيك جدا. فهان بيستغرب من تصرفاتها لان هي كانت جادة من شوية. في الوقت ده النجم الاول بيجري على هان وبيحضنه، بيقول له اوعدك يا ابي اني هتدرب بكل جد علشان اقدر احارب معاك
معاك في المتاهة، فبيقول له احسنت يا ولد. اما سان بتكون قاعدة بص على هان بطريقة كلها حب وعشق. بعدها سان بتفوق وبتعرف هان ان هو لازم ينجب الكثير من النجوم علشان تقدر تدربهم في اسرع وقت ويقدروا يقضوا على الوحوش في المتاهة. ومانو بيأيد رأيها وبيعرف هان ان هو لازم ينجب النجوم كثيرا علشان يقدر يصبح اقوى. فبيتفاجئ وبيقول له تمام. بعدها هان بيروح للبيت ديت وبيخبط. بيت روكي يا صديقي. هان بيقول لها انا جيت علشان، فروكي بتقول له انا عارفه. بعد ذلك بيتم تجهيز يا صديقي طقوس الحب. هان وروكي بيكونوا متوترين جدا. روكي بتعرفه ان هي اول ما شافته هي اتعلقت بيه لان هو بيكون شخص مميز جدا، وان هي لما اصطدمت بيه اول مره كانت عاوزه تقرب منه لان هي اتعلقت بيه. وبيقول لها تمام انا ما عنديش مانع لاني اصلا بكون اعجبت بيكي واتشدت ليكي من اول نظره لدرجه ان ما كنتش عاوزك تتجاهليني. فهان بتقرب منه وبتقول له انا عندي قدره جباره واني بقدر اقرا الافكار، خليني اقرا افكارك واشوف انك بتحبني ولا لا. بتقرب منه ولكن بتنصدم لان هي مش بتعرف تقرا افكاره. وبتقول من الواضح يا هان ان قوتك جباره وان ديت هيخليني اعجب بيك اكتر. وبعدها هان بيساعدها يا صديقي وبيقرب منها. من بعدها بتحصل حاجات مش عاديه، حاجات مليئه بالرومانسيه. وطبعا مش هتشوف ديت يا صديقي الخلبوس حفظا على ارتفاع درجه حرارتك. بالفعل بيتم ولاده نجمه تاني يوم في الصبح. بنشوف هان بيكون عند الملك اللي بيستخدم كل قوته يا صديقي وبيجمع 12 قدره سحريه من الفتيات الابراج. بيجمعهم وبيديهم لبطلنا. بيحصل على بطلنا. وبعدها مانو بيشرح لنا ان هو كده قدر يحصل على 12 قدره سحريه مختلفه من الفتيات الابراج، وان كده قوته اتطورت لمستوى تاني حرفيا، وده هيساعده في انجاب نجمات اقوى. فبطلنا بيشكره. بعد كده الملك بيعرفه ان هو دلوقتي لازم يروح لاول طابق في المتاهه ويستخدم قدرته. هل هيقدر يهزم سيد الشهب ام لا؟ بالفعل بنروح عند المتاهه. هان بيكون مستعد هو والنجمتين وجميع الفتيات بيكونوا واقفين. وبعدها الفتيات بيستخدموا قوتهم السحريه يا صديقي على المتاهه. بيكسروا الختم وبيفتحوها. بعدها بيبداوا يشجعوا بطلنا هو والنجمتين على هزيمه سيد الشهب المحارب. مانو بيعرفوا ان سيد الشهب بيكون قوي جدا ولازم يحذر منه. بعدها بيدخل هان ومان والنجمتين معاه وبيبداوا يتجولوا في اول طابق. بعد ذلك مانو بيستخدم قدرته وبيعمل سيد الشهب مزيف وبيأمر النجمتين بالهجوم فبيقضوا عليه. ولكن في الوقت ده بيظهر سيد الشهب الحقيقي، فالنجمتين بيتحمسوا وبيهجموا عليه. ولكن هان بيحذرهم. سيد الشهب بضربه واحده بيقضى عليهم. فهان بينصدم. بيحاول يقف قدام سيد الشهب يحمي النجمتين ولكن بيتم القضاء عليهم هو. وهان بيقدر يفلت من الهجمه. فمان بيعرفه ان هو مش ندي ليه دلوقتي وعليه الهروب. بالفعل بيطلع يجري وبيحمل النجمتين اللي بيكونوا تحولوا شيء عامل زي البيضه. بياخدهم وبيخرج خارج المتاهه. بيكون متضايق جدا وحزين وبيقول انا ضعيف جدا، انا ما قدرتش اهزم وحش في الطابق الاول، انا لازم اصبح اقوى، انا لازم انجب نجوم اقوى علشان اقدر احمي هذا العالم. سوف افعل البونجا بونجا مع 12 فتاة من الابراج السماويه. بعد ذلك يا صديقي هان بيتفاجئ بالنجمتين اللي بيرجعوا لشكلهم الاصلي، وده لان كانت المانا عندهم ضعيفه. فلما استدعوا المانا بتاعتهم قدروا يظهروا على شكلهم الحقيقي. فهان بيطمن ان هم بخير ولكن بيكون زعلان جدا لانه شكله وحش قدام الفتيات اللي بيكونوا مستنيين هزيمة سيد الشهب. بعد ذلك كمان بيقول له انت هتحاول مرة تانية بس عليك انك تهزمه المرة دي. فبيقول له تمام. بعدها هان والنجمتين بيدخلوا ولكن سيد الشهب بيتم القضاء عليهم. بيحاولوا مرة واتنين ولكن في كل مرة بيتم القضاء عليهم وبيفشلوا. بعد ذلك هان ومان بيكون عند المحارب ومانو بيعرفوا ان هان مش قادر يهزم اقل وحش في المتاهة، ازاي هيقدر ينقذ العالم؟ فالمحارب بيقول له اكيد في حل ولكن الحل ديت مش هيكون حل سهل.
انا ما عنديش غير حل واحد، هل انت هتقدر تعمل الحل ديت؟ فبيقول له مهما كان انا هعمله. فبيعرفوا ان هو المفروض يعمل طقوس الحب بس مزدوج، يعني بيكون في فتاتين من احد الابراج ويفعلوا البونجا بونجا، بالتالي سوف يتم ولادة نجمتين قويين جدا. فهان بيستغرب بيقول له ايه طقوس الحب المزدوج؟ في الوقت ديت مانو بيضحك ضحكة كلها خبص وبيقول ازاي فاتتني الخطة ديت، الموضوع هيكون مثير جدا. بيتحمس وبيقول يعني قصدك. فبيقول له ما تتظاهرش بالغباء، انت عارف كل حاجة، لو عاوز تنقذ العالم فعليك ان تفعل البونجا بونجا مع فتاتين فأحد الابراج وانت تختار فتاتين جميلتين. فالمحارب بيقول له اسكت، نسبة نجاح طقوس الحب المزدوج لا تتجاوز 1%. اخر كاهن اعظم حاول يعملها فهو مات. فهان بينصدم وبيقول له المفروض اعمل ايه؟ فبيقول له تحاول، قبل 100 سنة شخص قدر ينجو وقدر يفعل طقوس الحب المزدوج، فانت ممكن تفعلها وممكن تموت، ديت بيعتمد على حظك وعلى قدراتك يا خلبوس. فمانو بيقول له ها هتقدر تفعلها ولا لا؟ فبيتوتر وبيقول له ما عنديش خيار تاني، لو عاوز اهزم سيد الشهب فانا لازم اعمل طقوس الحب المزدوج. بعد ذلك هان وماهي بيكونوا ماشيين وهان بيكون قاعد بيفكر في كلام مانو والنصايح اللي هتوديه جهنم بطائرة. في الوقت ديت ماهي بتقول له مالك؟ فبيقول لها عليا انا افعل طقوس الحب المزدوج. فبيتفاجئ وبيقول لها ولا شيء. فبتقول له قصدك ايه؟ قول. فبيتوتر وبيقول لها ولا حاجه. فبتقول له هو انت بتحاول تخبي عليا؟ وبتتضايق وبتمشي ولكن بتتكعبل وبتقع. فهان بيلحقها، شنطتها بتقع بعيد. فهان بيروح يجيب شنطه ماهي ولكن بيتفاجئ بدميه. فبيسالها عن الدميه ديت فبتتوتر وبتقول له ديت من شأنك وبتمشي. فبيتفاجئ وبيمشي وراها. بعدها هان وماهي بيوصلوا عند الينابيع الحرة. ماهي بتكون فرحانة جدا وبتقول اخيرا وصلنا وبتبدأ تشلح في ملابسها. فهان بينصدم بيحاول يغمض عينه ولكن عقله الخبيث بيبدأ يجبر عينه انه هي تنظر للمناظر الطبيعية. مش بيتحمل وبيبص ولكن بيتفاجئ ان ماهي بتكون عاملة احتياطاتها ولابسة لبس ميري. فبينصدم. اما ماهي بتقول له شكلك خلبوس. بعدها بتنزل المية وبتطلب من هان ان هو كمان ينزل مية لان الينابيع جامدة. فبيسمع كلامها وفعلا بينزل مية ولكن الاتنين بيكونوا محرجين جدا. اما ماهي بتاخد بالها من جروح على ظهر هان فبتسأله عن الجروح ديت. فبيعرفها ان ديت بتكون اثار التدريب الشاق علشان يطور من مستواه. فبتتفاجئ وبتتأثر جدا، بتتوتر ولكن بتقوله على فكرة انا ممكن اساعدك في عمل طقوس الحب مرة تانية. ولكن من كتر احراجها مش بتكمل الكلام يا صديقي وبتفقد الوعي. فهان بينصدم بيخرجها من المية بسرعة. بعد وقت ماهي بتصحى وبتسأله ايه اللي حصل. فبيقول لها اغمى عليكي فقط. بتبص على شنطتها مش بتلاقي الدمية المفضلة ليها. فبتتفاجئ وبتقول له فين الدمية. فبيقول لها من الواضح ان هي وقعت في المية. فبتنصدم وبتجري تنط في الينابيع ولكن الينابيع يا صديقي بتكون ساقعة جدا. فهان بيجري يشيلها وبيقول لها استريحي انتي وانا هنزل ادور على الدمية ديت. بالفعل بيبدأ يدور في الينابيع وبعد فترة من الوقت بيقدر يلاقي الدمية. فماهي بتمسكها وبتشكره وبتقول له شكرا يا عزيزي. فهان بيتفاجئ وبيقول لها الدمية ديت انا حاسس اني شفتها. وبيفتكر ان هو من 10 سنين في المهرجان المدينة عمل الدمية ديت من تصميمه الخاص واداها لماهي تحتفظ بيها. فبيتفاجئ وبيعتذر من ماهي ان هو نسي شيء زي ديت. فبتقول له عادي ولا يهمك. في الوقت ديت ماهي بتبص لهان بكل حب فهو كمان بيبص لها بكل حب. بيقرب منها علشان يقبلها ولكن في الوقت ده بيقطع اللحظة السعيدة ديت مان اللي بيقول لهم بتعملوا ايه. فبيتوتروا وبيقولوا له ولا شيء. بعدها ماهي بيعرفهم ان هو جاب لهم العرباء الملكية اللي بيكون فيها السرير علشان يروحوا للقصر. فبينصدموا. اما ماهي بتقول له يا لك من. بعد ذلك هان ومانو بيكونوا عند الدكتورة روز اللي ملهاش مثيل يا صديق لان بطننا بيكون اتصاب بنزلة برد. فبتبدأ تديله ادوية وبتعتني بيه. بتقول له
يا عزيزي انت اصبحت اقوى في فترة قصيرة جدا، بجد انا مبهورة بيك. في الوقت ديت مانو بينسحب من لسانه وبيعرفها ان علشان يصبح اقوى فهو لازم يعمل طقوس الحب المزدوج، وانت لازم تكوني واحدة من الفتيات في فعل الطقوس الاسطورية. فبتنصدم وبتقول له صعب جدا، شاب مستواه ضعيف جدا يعمل طقوس الحب، ممكن يموت. بس للاسف انا ما عنديش معلومات كتيرة. بس بتبص لهان بكل حب وبتقول لو كنت محتاج اي مساعدة او اي حب فانا موجودة علشان اساعدك يا عزيزي. وبتقعد تتغزل في هان اللي بيتوتر. بعد ذلك يا صديقي، بعد ذلك هان بيكون ماشي يا صديقي وبيفكر في طقوس الحب المزدوج، هل هو هيقدر يعملها ام لا. واثناء وهو ماشي بيوصل عند الحانة ديت، وفي الحانة ديت بنشوف يا صديقي فتاة احد الابراج، ودي بتكون اسمها ليان. كل اللي في الحانة بيكونوا معجبين بليان وبيطلبوا منها ان هي تعمل لهم عرض مسرحي زي كل يوم وترقص لهم. فبتتفاجئ وبتقول لهم بس احنا لسه في اول الليل. فبيقعدوا يهتفوا ان هي تعمل لهم عرض مسرحي. بالفعل ليان بتتحمس يا صديقي وبتبدا تعمل لهم عرض مسرحي وبترقص. فالجميع في الهانة بيعجب بيها وبيقعدوا يسقفوا لها، حتى هان اللي بيكون داخل الحانة بيعجب بيها وبيقعد يسقف لها. فليان اول ما بتشوفه بتقول له اهلا انت الكاهن الاعظم. فبتقول له اجيب لك بعض المشروب، وبيقعدوا يتكلموا شوية وبيتكلموا على طقوس الحب. فبتقول له انا عارفة بس انا بكون متوترة بعد الشيء. فبيعرفها ان هو لازم ينجب نجم قوي علشان يقدر يهزم سيد الشهب. فبتقول له انا عارفة بس مش وقته. ولكن بطلنا بيستخدم الكتاب اللي مانو اداهوله وبيقرا بعض النصايح. بعدها بيقرب من ليان يا صديقي، وبعدها بيقدر يخضعها ويوقعها في حبه. بعدها بيبعد عنها. فليان بتكون محرجة جدا. اما هان بيكون فرحان جدا بالكتاب اللي هو قدر يحصل عليه لانه كل معلوماته جبارة وبيكون فرحان جدا. في الوقت ده بنشوف مانو وهو بيراقبه وبيكون متحمس جدا وبيقول له احسنت فعلا يا هان. بعد ذلك يا صديقي بنروح للطقوس الحب. بنشوف هان بيكون متوتر، بيكون قدامه الدكتورة روز وكمان ليان اللي بيكونوا سالت مالت وبيعرفوا ان هم جاهزين. في الوقت ده الستار بتتفتح فبيدخل بطلنا وهو متوتر، واول ما بيشوف المناظر الطبيعية بيتحمس جدا. بالفعل الفتيات بيبدأوا يقربوا منه، ومن بعدها بتحصل حاجات مش عادية، حاجات مليئة بالرومانسية والبونجا بونجا. وطبعا مش هتشوف ديت حفظا على ارتفاع درجة حرارتك يا صديقي. بعد ذلك هان بيخرج وبيكون طاقته السحرية نفدت. فمانو بيجي وبيقول له احسنت صنعا يا هان. بيروح يبص على روز وليان بيلاقيهم هم كمان يا صديقي فقدوا كل طاقتهم السحرية. ولكن هان بيرجع مرة تانية وبيطلب منهم ان هم يفعلوا طقوس الحب المزدوج مرة تانية. فالفتيات بيتفاجئوا. اما مان بينصدم وبيقول له جايب الطاقة السحرية ديت منين يا ايها الخلبوس. والتاني يوم بنشوف هان وهو بيهرب من مانو اللي بيكون قاعد بيجري وراه، بيحاول يديله بعض النصايح الكبيرة انه ازاي يوقع في حبه احد الابراج علشان يعملوا طقوس الحب والبونجا بونجا. ولكن هان في النهاية بيقدر يهرب من مانو وبيدخل الكنيسة ديت. ولكن ديت بتكون خطة مانو في الاساس اللي بيضحك ضحكة كلها خبز. بعدها هان بيبص قدامه بيلاقي الكهنة ديت بتقوله محتاج حاجة يا عزيزي. فبيعرفها ان هو جه هنا صدفة. فبتقول له مفيش مشكلة. فبيفتكر هان الكهنة ديت وان دي بتكون احد الابراج واسمها رون، بيسرح في جمالها. فرون بتاخد بالها بتقول له في حاجة يا عزيزي. فبيتوتر وبيقول لها ولا حاجة. في الوقت ده بيجوا بعض الاطفال يحضنوا رون وبيطلبوا منها ان هي تساعدهم في الواجبات المدرسية بتاعتهم. فبتقول لهم تمام هساعدكم يا اطفالي. فهان بينصدم وبيقول لها وانت عندك اطفال؟ فبتقول له لا طبعا دول اطفال من دار الرعاية انا بعتني بيهم. بعد ذلك بنشوف هان وماهي، وهان بيكون بيجيب بعض الخبز ولكن المكان بيكون زحمة جدا، بالعافية بيجيب قطعتين خبز. في الوقت ده هان بياخد باله من فتاة دي بتكون احد الابراج يا صديقي، بتكون خجولة جدا لدرجة ان لما هي بتاخد بالها ان هان بصلها بتتكسف وبتطلع تجري. فهان بيتفاجئ وبيطلع يجري وراها ولكن
ولكن الفتاة بتكون خجولة جدا وبتستخبى ورا الشجرة. فبيقعد قدامها وبيقول هي الفتاة ديت خجولة كده ليه؟ انا كنت عاوز اديها قطعة الخبز الثانية، ولكن في الوقت ده في كتاب بيتحدف على هان، فهان بيمسكه وبينصدم. بيكون من مانو اللي بيبدأ يديله بعض النصايح ازاي يوقع الفتاة ديت في حبه ويفعل له البونجا بونجا. فهان بيكون مصدوم جدا من مانو. بعد ذلك بنروح لبيت نفس الفتاة. هان بيخبط ولكن محدش بيفتح، فهان بيكون هيمشي، ولكن بعدها نفس الفتاة بتفتح الباب. فبتلاقي هان في وشها بتتوتر، بتكون هتقفل، ولكن هان بيعرفها ان هو جاب لها قطعة الخبز اللي هي عايزاها. فبتكون محرجة جدا، بتاخد منه قطعة الخبز. فهان بيعتذر منها ان هو ما قدرش يجيب لها غير قطعة واحدة. فبتقول له مش مشكلة، المهم ان انا هقدر امسح بيها الرسومات. فبيتفاجئ. بعدها هان بيدخل بيت نفس الفتاة، والفتاة دي بتكون رسامة موهوبة جدا. كمان بنعرف ان هي بتستخدم الخبز في مسح بعض الغلطات في الرسم. فهان بيكون منبهر جدا من رسوماتها وبيعرفها. فهان بيعرفها ان رسمها بيكون كويس جدا وجميل. فبتقول له شكرا، وبتكون محرجة جدا، بتقول له اسفة، وبتقول له انت الكاهن الاعظم، انا عارفاك. وكمان بتبدأ الفتاة تعرف بنفسها وان هي بيكون اسمها ليلي. وبيقعدوا. هان بيشرب الشاي، فليلي بتقول له اكيد الشاي مش هيعجبك. فبيقول لها لا، على العكس الشاي بيكون جميل جدا. فليلي بتتحرج جدا. وبنعرف ان ليلي بيكون ما عندهاش اي ثقة في نفسها، ولكن بطلنا بيقعد يتكلم معاها يا صديقي وبيقدر يكون صداقة بينهم. كمان ريلي بترتاح له جدا وبتقعد تحكي معاه. كمان بتعرفه على حلمها وان هي حلمها تروح الاكاديمية تدرس وتتعلم بسبب خوفها من الناس، وان هي خجولة جدا مش بتقدر تخرج من البيت اساسا، وان بيتها بيكون هو المكان الوحيد بالنسبة لها لان هي بتخاف من كل شيء. فهان بيتفاجئ وبيقرر انه يساعدها. بعدها بياخد باله من التابوت ديت، فبيسألها عن التابوت ده. فبتعرفه ان التابوت ديت بيكون اكتر مكان مريح ليها وان هي بتنام في التابوت ديت. فهان بينصدم لما ليلي بتعرفه ان التابوت ديت مصنوع من الذهب الخالص يا صديقي. كمان بتعرفه ان هي بقى لها ايام كتيرة مش بتنام كويس ولا حتى بتقدر تحلم زي زمان، وان هي حاولت تتخلص من الحالة ديت وتنام بأريحية، ولكن مش عارفة السبب ان هي بقى لها ايام كتيرة ما نامتش. فهان بيتفاجئ وبيقرر انه يساعدها ويخرجها من حالة الاكتئاب والخوف اللي هي مسيطرة عليه. بيعرض عليها ان هما بكرة يخرجوا سويا، فبتتوتر، ولكن هان بيقدر يقنعها بالنهاية وبيعرفها ان هما اصدقاء فالمفروض يخرجوا في ديت. فبتتحمس جدا وبتقول له تمام. وتاني يوم يا صديقي هان بيكون في الحديقة ومعاه خبز كتير من اللي ليلي بتحبه وبيكون قاعد مستنيها. فبيظهر مانو وبيقول له يا خلبوس انت ذكي جدا، بتحاول توقعها في حبك علشان تفعل طقوس الحب، انت بجد شغال شغل جبار. ولكن هان بيتضايق وبيقول له مش زي ما انت فاهم يا غبي، انا عاوز اساعدها ان هي تخرج من حالة الاكتئاب اللي هي مسيطرة عليها. ولكن هان بيتضايق لما بيلاقي مان قاعد بيديله بعض النصايح اللي هتوديه جهنم بطائرة خاصة. فبيتضايق وبيمسكه يحدفه بعيد. بعد ذلك هان بيسمع صوت ليلي وهي بتنادى عليه. فبيبص بينصدم لما بيلاقيها جاية وشايلة التابوت الخاص بيها على ظهرها وبتكون متعبة جدا. فبينصدم. اما روز بتقوله شكرا يا عزيزي على انتظارك. بعد كده بيقعدوا سويا وبياكلوا الخبز اللي هان جابه، وليلي بتشكره لان الخبز بيكون لذيذ جدا. فبيقول لها العفو. وبعدها بيسألها هي ليه جابت التابوت معاها. فبتعرفه ان التابوت ديت بيكون اغلى شيء في المنزل واهم حاجة في حياتها، فعشان كده دايما بيبقى معاها في كل مكان، وان هي ما بتقدرش تسيبه في البيت لانه بيكون مهم جدا بالنسبة لها. كمان هي عملت فيه بعض التعديلات علشان يكون شكله لطيف ومناسب للخروجة بتاعتهم. بعدها بيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض. في الوقت ده يا صديقي بنشوف مانو اللي بيكون متنكر على هيئة غراب بيكون قاعد بيراقبهم. فهان بياخد باله وبينصدم. بعد كده هان بيسأل ليلي هو انت جايبه التابوت ديت فيه حاجة؟ فبتقول له اه. بعدها بتفتح التابوت بيكون فيه ادوات الرسم الخاص بيها. بتعرفه ان هي حلمها ان هي ترسم في الخارج يوم من الايام مع صديقها المقرب
الطلب وبتقول له لو سمحت ارسم معايا وحقق لي حلمي. فبيفرح جدا وبيقول لها تمام. ولكن في الوقت ده بيجي طفلة وامها. الطفلة اول ما بتشوف ليلي بتقول هي دي الفتاة المائتة اللي معاها التابوت. فامها بتقول ملكيش دعوة بيها وبيهربوا من المكان فورا. والامرأة بتاخد بنتها وبيهربوا من المكان فورا. فليلي بتسمع الكلام ديت وبتزعل جدا. بتاخد التابوت وبتقول لهان انا المفروض ما كنتش خرجت من البيت مرة تانية، انا المفروض افضل في البيت. وبتقرر ان هي تمشي. فهان بينصدم بيحاول يوقفها ولكن بيفشل. بعدها ليلي بتمشي وهي منهارة وبتعيط وبتكون شايلة التابوت وبتقول انا مش عاوز اخرج من البيت مرة تانية. بعد كده في الكنيسة هان بيكون قاعد حزين جدا وبيفكر في ليلي وان هي انجرحت جدا من كلام السيدة ديت، بيكون حزين عليها. في الوقت ده بتيجي رون اللي بتسأل بطلنا عامل ايه. فبيحكي لها على حكاية ليلي. فبتقعد مع هان وبتعرفه ان ليلي من ساعة ما اتولدت وهي عندها مرض غريب. فبيسألها ايه المرض ديت. فبتعرفه ان المرض ديت هو بيكون عندها أرق في النوم، كمان مش بتعرف تنام ولا بتقدر تحلم زي البشر، والمرض ديت بيكون ملهوش علاج. فهان بيزعل جدا وبيقول لها طب المفروض اعمل ايه. فبتعرفه ان المفروض يفرحها ويفضل معاها، اهم حاجة يخرجها من حالة الاكتئاب والخجل والخوف من البشر. فهان بيقول لها تمام هحاول مع روز. فبتقول له حاول انا واثقة فيك يا عزيزي انك قدها. بعد كده هان بيخرج من الكنيسة بيكون ماشي فبيلاقي مانو اللي بيكون قاعد بيخبط وبيعمل شيء. فبيروح له وبيبص وبيقول له انت بتعمل ايه. فبيقول له بص انا عملت ايه. بيبص بيلاقيه عمل له تابوت شبه تابوت ليلي وبيقول له علشان تقدر تقرب منها وتصالحها لازم تكون زيها وتشيل التابوت ديت. فهان بيفرح جدا وبيقول له صح تفكيرك جميل جدا، انت عجبتني طريقة تفكيرك. فبيقول له عيب عليك، اهم حاجة انك تقرب منها وتفعل طقوس الحب. فبينصدم من تفكيره. بعدها هان بيروح لبيت ليلي وبيخبط عليها وبيقول لها افتحي، ولكن ليلي مش بتفتح. فبيقول لها لو ما فتحتيش الباب فانا هكسره. فليلي بتخاف وبعدها بتفتح الباب. بيقول لها تعالي نخرج سوا. فبتقول له لا انا مش هقدر اخرج. فبيقول لها بص كده انا عملت تابوت زيك علشان نكون متشابهين، انا جيت علشان نقضي وقت ممتع انا وانتي، يلا بينا نخرج ونستمتع سويا. فليلي بتكون مش مصدقة، بتفرح جدا من اهتمام هان ومش بتقدر ترفض طلبه. بالفعل بيخرجوا سويا بيقضوا وقت ممتع الاتنين يا صديقي وبيقربوا من بعض. وزي ما تقول كده ليلي بتكون واعد في حب بطلنا هان. في نهاية اليوم هان وليلي بيكونوا قاعدين مع بعض. ليلي بتشكره على اليوم الجميل ديت وان هي بتكون فرحانة جدا لان ديت بيكون احسن يوم قضيته في حياتها. كمان بتعرفه ان هي بقالها اسبوعين ما نامتش وان هي دلوقتي حاسة بالنعاس. وفعلا بتقرب من هان وبتنام قريب منه. تاني يوم يا صديقي ليلي بتكون مع هان بيكون مصدوم. ليلي بتعرفه ان هي فعلا قدرت تنام النهاردة وكمان حلمت باحلام جميلة وكل ديت كان بفضله هو. فبيقول لها على الروح بيا عزيزتي. فليلي بتعترف له ان هي بتكون معجبة بيه وبتكون وقعت في حبه من اول ما قرب منها وشافت اهتمامه وبتسأله هل هو معجب بيها. فبيقول لها انا كمان معجب بيكي يا ليلي لانك بتكوني فتاة رائعة واني ادركت ان انا كمان وقعت في حبك. فليلي بتفرح جدا وبتطلب منه ان هم يفعلوا طقوس الحب وينجبوا نجم قوي جدا يساعده في التخلص من الوحوش اللي في المتاهة. فهان بيتفاجئ وبيقول لها بكل تأكيد بالفعل مانو بيجهز طقوس الحب. ليلي بتكون متوترة جدا ولكن هان بيعرفها ان هو واقع في حبها فما تقلقش لانه هو هيعتني بيها. وبالفعل من بعدها بتحصل حاجات مش عادية، حاجات مليئة بالرومانسية، وطبعا مش هتشوف ديت حفظا على ارتفاع درجة حرارتك يا صديقي. تاني يوم بنشوف هان ومانو بيقول له احسنت صنعا، انت عملت مجهود جبار. بعدها بيعرفوا ان هو جاب له كتاب فيه بعض النصايح للمغنية المفضلة ليه. بيعرفوا ان هو لو قدر يرى الكتاب ديت فهو يكتسب خبرة ازاي يوقع الفتيات في حبه. فهان بيكون زهقان منه ومن الكلام اللي هو قاعد بيقوله. بيكون هيمشي ولكن مانو بيوقفه وبيعرفه ان هو عمل هدية والمفروض ان هو يروح يوديها الرون لان هي ساعدته انه يقرب من ليلي وحلت له المشكلة. فهان بيقول له فعلا عندك حق. بعد كده هان بياخد الهدية وبيروح عند رون في الكنيسة. اول ما بيدخل بيلاقي رون من مخرج سري في الكنيسة. رون بتتوتر
بتستكتر جدا من وجود هان، ولكن بترحب بيه وبتتفاجئ لما بتلاقي هدية في ايده، فبتقوله الهدية ديت ليا انا، فبيقول لها يا رون، فبتفرح جدا وبتاخد الهدية. ولكن في الوقت ديت هان بيتصدم وبيفتكر ان هو ما شافش الهدية وان الهدية ديت بتكون من مانو، ولكن مش بيلحق لان رون يا صديقي بتفتح الهدية. وهنا كانت الصدمة، مش لازم تعرف الهدية فيها ايه اطلاقا، ولكن اللي انت لازم تعرفه ان ماهي بتكون معلقة مانو على الشجرة وقاعدة تضرب فيه بسبب الهدية اللي جابها. اما بطلنا بيكون محرج جدا، بس على عكس المتوقع الهدية المنحرفة اللي بيكون جابها بتكون عجبت رون جدا. تاني يوم في المتاهة بنشوف هان وهو معاه الاربع نجوم وبيهجموا على سيد الشهب وبيقدروا يهزموه بكل سهولة. بعدها بياخدوا قوته الروحية يا صديقي وبيختموها في سجن تحت المتاهة وبيحبسوه نهائيا علشان ما يعرفش يرجع للمتاهة مرة تانية. في الوقت ديت مانو بيقول لهان احسنت صنعا، انت قدرت تهزم سيد الشهب وكمان هزمت كذا وحش، انت بقيت قوتك لا حصر لها، كمان انت فاضلك 6 ادوار وتوصل لل100 وكده تخلص المتاهة. بس خلي في علمك مستواك مش كافي، انت لازم تتدرب اكتر وتنجب نجوم اكتر علشان يقدروا يساعدوك في التطور وتفعل البونجا بونجا اكتر. اكيد انت فاهمني يا خلبوس. بعد ذلك بنشوف سيارة بتكون متجهة للشاطئ بيكون فيها جميع الفتيات من الابراج، كمان هان ومانو. الفتيات بيكونوا قاعدين يا صديقي بيتكلموا مع بعض وبيتعرفوا على بعض. اما هان بيكون قاعد لوحده، فمانو بيكون قاعد جنبه وبرضه قاعد بيقول له ما تحزنش يا عزيزي، انا خططت رحلة الشاطئ ديت علشان تقدر تقرب من الفتيات وتختار فتاة تكون معاك الليلة يا عزيزي. اكيد انت فاهمني، ما تقلقش انا هديك بعض النصايح. فهان بيتفاجئ في الوقت ده بيظهر شخص بعربية غنية، بعربية غالية جدا، من الواضح ان هو غني. بيقف قدام الاتوبيس يا صديقي وبيبدأ ينادي على الفتيات، بيبدأ يعمل حركات علشان يلفت الانتباه. فالفتيات بيتفاجئوا. هان بيسأل مانو عن الشخص ديت، فمانو بيعرفوا ان ديت بيكون اقوى واحد في اكاديمية السحر هنا، وبيكون الواد ديت ليه شعبية كبيرة جدا والفتيات بيحبوه. بنشوف الواد السمج وهو بيعمل حركات هبلة علشان يلفت نظر فتيات الابراج، ولكن مفيش حد بيعبره اصلا. بعد ذلك بيوصلوا للشاطئ، كل فتاة يا صديقي بتبدأ تستمتع بوقتها، اللي بيلعبوا الكورة واللي واللي بيستريحوا على المية، والجميع بيستمتعوا بوقتهم. حتى بطلنا بيكون قاعد بيبص على الفتاة وعلى المناظر الطبيعية، ولكن في الوقت ده بيلاقي فتاة من احد الابراج بتكون قاعدة لوحدها وبتكون خجولة جدا، ودي بتكون برج الحوت. فهان بيروح لها بيقعد معاها، فبتتكسف وبتقول له انت الكاهن الاعظم اهلا، وبتعرفه بنفسها وبنعرف اسمها وبيكون اسمها سان. هان بيبدأ يتكلم مع سان ويتعرف عليها، فسان بتكون محرجة جدا ولكن بتبدأ تتكلم معاه. كمان بنشوف يا صديقي الواد السمج وهو قاعد قريب منهم وبيحاول يلفت انتباه سان، ولكن سان مش بتعبره وبتقول الشخص ديت قذر، اكتر شخص متكبر في العالم، وان هو شخص مش سالك بربع جنيه. فهان بيتفاجئ وبيسأل سان هي عرفت منين، فبتعرفه ان هي عندها قدرة ان هي بتتنبأ بحظ الشخص، وفي احد الايام جالها الواد السمج ديت علشان تشوف حظه، وان هي من امكان شوف حظ عرفت ان هو شخص متغطرس واكتر شخص متكبر في العالم، وان حياته هتكون بائسة جدا. فهان بيكون متفاجئ وبيقول لها طب ممكن تشوفي لي حظي انا كمان. فبتقول له مفيش مشكلة يا عزيزي. بالفعل بتستخدم بلولتها السحرية وبتبدأ تقرأ حظ بطلنا، ولكن بتنصدم لدرجة ان هي بتتحرج جدا ومش بتعرف تتكلم. بتكتب ورقة، فهان بيتفاجئ وبيسألها عن حظه، فبتتهرب منه وبتقول له اختي هتقول لكم، وبتضرب على دماغها. في الوقت ده بتظهر اختها ملكة الشياطين يا صديقي اللي بتكون متعصبة جدا وبتقول له هو انت ضايقت اختي، انا مش هرحمك، انا لازم
اقضي عليك. فبيترعب منها هان وبيقول لها انت غيرت شخصيتك ولا ايه؟ فبتعرفه ان هي بتكون اختها الكبرى ملكة الشياطين وان هما الاتنين بيكونوا في جسد واحد. فبتقول له انت ازاي تتجرأ انك تأذي اختي؟ انا هخلص عليك. ولكن بيتصدم، بيقول لها انت فاهمه الموضوع غلط، اختك كانت بتقرا لي حظي، كتبت شيء واتكسفت جدا وبعدها انت ظهرتي. فبتتفاجئ، بتاخد الورقه اللي اختها كاتباها وبتنصدم وبتقول ازاي احنا هنفعل البونجا بونجا مع الشخص الكحيان هان ديت. بتقرب من بطننا وبتقول مستحيل اخليك تقرب مني او من اختي، ده مجرد شخص بشري عادي عديم الفايده. فهان هو كمان بينصدم. اما ملكه الشياطين بتكون هتخلص عليه، ولكن في الوقت ده اختها بتمنعها وبتضرب على دماغها. فبترجع يا صديقي سان من تاني وبتكون محرجه جدا. بتساله هل اختها قالت له على حظه؟ فهان بيقول لها فبتقول له هو انت مش مصدقني؟ فبيقول لها مش عارف. فبتقول له بس انا بتنبأ بالمستقبل وده شيء اكيد هيحصل. فهان بيعجب بيها وبيقعد يتكلم معها ويتعرفوا على بعض اكتر. وطبعا مش محتاجه اقول لك يا صديقي ان سان بتقع في حب هان بسبب الكتاب اللي مانو اداهوله وانه مليء نصيحه. فلو عايز الكتاب ده يا صديقي اكتب لي في الكومنتات ممكن ابعته لك. وطبعا مش محتاجه اقول لك مانو بيجهز طقوس الحب. بعد كده بنشوف هان بيكون واقف قدام ملكه الشياطين والسان. ملكه الشياطين بتقول له ما تقلقش يا عزيزي. وطبعا من بعدها بتحصل حاجات مش عاديه، حاجات مليئه بالرومانسيه يا صديقي والبونجا بونجا. وطبعا مش هتشوف دايت حفظا على ارتفاع درجه حرارتك ولا حاجه. وفعلا بيتم ولادة نجم قوي. تاني يوم بنشوف يا صديقي هان وهو رايح المعسكر علشان يشوف النجوم وهم بيتدربوا. بنشوف فان وهي بتدرب النجوم. وطبعا فان اول ما بتشوف هان بترحب بيه وبتقول له اهلا يا عزيزي. شخصيتها بتتغير تماما وبتقعد تتغزل فيه، كمان بتجيب له الشاي وبتقعد تقول له كلام حلو يا صديقي علشان تقدر تفعل معه طقوس الحب. فهان بيكون متفاجئ. في الوقت ده يا صديقي بنشوف رون وهي بتراقب هان بكل حب وبتقول انا لازم احصل على هان هيكون ملكي، انا لازم افعل البونجا بونجا. ولكن في الوقت ديت هان بيسمع صوت فبيبص وراه بيلاقي الواد السمك بيكون باصص على رون. فبيفتكر ان هو بيضايق رون فبيستدعي سيفه وبيهجم على الواد السمك. فبيخاف الواد السمك وبياخد بعضه وبيهرب. اما رون بتبص على هان بكل حب فبيسألها هل هي بخير؟ فبتتوتر جدا وبتكون محرجة وبتمشي وهي محرجة جدا. فهان بيكون مستغرب هي متوترة كده ليه. بعد ذلك هان بترجع للبيت وبتقفل الباب، بتكون متوترة جدا. بتقول انا شكلي وقعت في حبه ولازم احصل عليه. في الوقت ده ابوها بيجي اللي بيكون اشهر الحدادين في المدينة. بيسألها مالها؟ فبتقول له ولا حاجة، عملت الرمح اللي انا قلت لك عليه يا ابي. فبيعرفها ان الرمح جاهز وان الرمح ديت بيكون حط فيه سحر الرياح بتاعها وان الرمح بقى في مستوى خرافي. فبتفرح جدا وبتقول تمام ديت هيكون مناسب جدا ليك يا عزيزي. وبتكون بتفكر في هان. فابوها بياخد باله وبيقول من الواضح ان ابنتي حصلت على زوج رائع وخطف قلبك. فبتتوتر رون وبتقول له لا يا ابي احنا مجرد اصدقاء. فبيقول لها اصدقاء؟ باين في عينك ان انت حبيتيه، ولو حبيتيه فانت لازم تتزوجيه وتفعلي البونجا بونجا. ونعم الأبوة بصراحة ونعمة. بعد كده بنشوف رون وهي في الكنيسة يا صديق وبتنزل لمخبأ سري وبنشوف المخبأ ده مليان بالأسلحة ومن الواضح ان رون مهووسة بالأسلحة يا صديقي. في الوقت ده بنشوف الواد السمج اللي بنعرف أخيرا اسمه بيكون اسمه تشاو. بيكون يا صديقي بيهرب من هان وبيكون قاعد بيجري. فبيدخل الكنيسة علشان يهرب. بيلاقي رون بتقول له مالك اللي جابك هنا؟ فبيتوتر وبيقول لها ارجوكي خبيني من هان، لو مسكني حالف انه يخلص عليا. فبتقول له تمام. بعدها بنشوف شيليو وهو قاعد يا صديقي بيعيط وبيسمع كلام رون وبيكون قاعد بيعرف بغلطاته قدام الاله استغفر الله العظيم. وكمان بيطلب من رون ان هي تساعده. فبتقول له اكيد بس انا عندي ليك طلب. بعد كده بنشوف رون وبتقول له كفايه كده. فبيقول لها لا انا لازم استمر. بنشوف يا صديقي الواد السمك شون وهو قاعد بيتدرب على الرمح
الرمح وبيكون تقيل جدا وبيحاول يشيله. اما انت كنت فاكر ايه يا خلبوس؟ وبيكون بيتدرب بالرمح يا صديقي، ولكن بسبب ان هو تعب جدا فبيتكعبل وبيقع على رون وبيقرب منها. في الوقت ديت هان بيكون بيدور على شيلو، فبيسمع صوت رون وهي بتطلب النجدة، فبيخاف عليها جدا وبيطلع يدخل الكنيسة. بينصدم لما بيلاقي شيلو مقرب من رون، فبيتعصب جدا وبيقرب منه علشان يخلصه. فشيلو بيقول له انت فاهم الموضوع غلط، انا اتزحلقت وكنت هقع. فمش بيهتم وبيكون هيخلص عليه، ولكن رون بتعرفه ان ديت فعلا سوء تفاهم وانه هو ما قربش منها، هو اتكعبل ووقع. فهان بيطمن وبيقول لها انت بخير يا رون. فرون بتفرح جدا من اهتمامه وبتقول له انا بخير يا عزيزي. بعد كده رون بتقول لهان ممكن اطلب منك طلب يا عزيزي. بعد ذلك بنشوف هان ورون وهما نازلين يا صديقي المخبأ السري. هان اول ما بيشوف كمية الاسلحة بينصدم، وبنعرف ان رون بتكون مهووسة جدا بالاسلحة وان هي حلمها ان زوجها يكون بيعرف يستخدم جميع الاسلحة ديت. رون بتكون متوترة وبتقول له بما انك عرفت ان انا مهووسة بالاسلحة، هل انت كده هتبعد عني مش هتقرب مني مرة تانية؟ فبيتصدم وبيقول لها ازاي دي الاسلحة ديت جميلة جدا. بياخد الرمح ديت وبيجربه، فرون بتعجب بيه اكتر وبتقول له احسنت يا عزيزي. في الوقت ده شيلو بيكون قاعد بيصوره. كمان رون بتطلب منه انه يجرب جميع بيبدا يا صديقي يشلح ويورينا عضلات بطنه اللي بتكون 8. هتقول عرفت منين يا صديقي؟ هقول لك عيب عليك. المهم بيبدا يجرب الاسلحه جميعهم، ورون فرون بتكون معجبه بيه جدا وبتقول هو ديت زوجي. وفعلا هان بيجرب جميع الاسلحه، وطبعا شيلو بيكون قاعد بيصوره وبيكون معجب جدا بقوه هان. بعد كده رون بتطلب من هان ان هما يتوعدوا، بتعرفه ان هي بتراقبه وبتجري عليه وبتحضنه وبتعترف له بحبها من فتره طويله وبتبكي من الفرحه. فهان بيتفاجئ وبيطلب منها ان هما يفعلوا طقوس الحب، فبتقول له اكيد. بعدها مانو بيجهز طقوس الحب. هان بيكون متوتر جدا وبيقول لها انا هستناكي في الداخل يا عزيزتي. بعدها رون بتضحك ضحكه كلها خبز وبتطلع الصوت بتاعها يا صديقي، وبتقرب من بطننا وبتلسوعه. وبصراحه اللي بيحصل فيه لا اتمناه لألد اعدائي، بس بتحصل حاجات مش عاديه، حاجات مليئه بالرومانسيه وفعل البونجا بونجا. وبالفعل بيتم ولاده نجم قوي. بعد ذلك بنتعرف على مياو، بتكون صاحبه محل البيع خبز. بنعرف ان هي فتاه جميله جدا والجميع بيحبوها في المدينه بسبب ان هي فتاه لطيفه وبتتعامل مع الجميع بكل حب والجميع بيحبها. في الوقت ده بنشوف هان ومانو وهم بيراقبوا مياو. مانو بيعرفوا ان ديت بيكون عليها الدور. مياو صاحبه محل الخبز لازم يوقعها في حبه ويفعل طقوس الحب والبونجا بونجا علشان يصبح اقوى. فهان بيبص على الفتاه وبيلاقيها جميله جدا وبيقول انا لازم اوقعها في حبي علشان اكون اقوى. فمانو بيقول له ما تقلقش انا عندي خطه، وبيضربه في وشه وبيقول له اتحرك قرب منها ووقعها في حبك. بعد كده مانو بتكون في المخبز بتكون بتخبز، فبيجي هان بشوال الطحين وبيقول لها انا جيت علشان اساعدك، عاوزه مني حاجه تاني. فمياو بتتوتر وبتقول له انت المضيف الكاهن الاعظم، اكيد مش فاضي انك تعمل الحاجات التافهه ديت، شكرا. فبيقول لها لا بس انا عايز اساعدك. فبتتوتر وبتقول له هو انت عاوز تساعدني علشان تقرب مني ومن بعدها تفعل البونجا بونجا وطقوس الحب؟ فهان بينصدم، بتعرفه ان ده بيكون واجبه ولكن هي مش مستعديه دلوقتي. فبيتوتر وبيعرفها ان هي فاهماه غلط وان هو مش هدفه كده، هو هدفه يساعدها لان هي فتاه مجتهده جدا وان هي بتتعب طوال الوقت وان هو عايز يساعدها لا اكتر ولا اقل. اما بخصوص البونجا بونجا فده في المستقبل بعد ما تقع في حبي. فمياو بتتوتر وبتقرر ان هي تسمع له. بعد كده بنشوف هان ورون، بعد كده بنشوف هان ومياو وهو بيساعدها في الخبز والاتنين بيتكلموا سويا بيتعرفوا على بعض اكتر. كمان مياو بتحكي له ان محل الخبز ديت كان اشهر محل خبز في المدينة وان اللي كان بيديره جدها، ولكن للأسف جدها بعد ما مرض والمحل بقى بيمر بظروف صعبة لدرجة ان هو كان هيتقفل اكتر من مرة، بس هي مش هتستسلم. فهان بيسمع لها بكل تركيز وبيقع في حبها. في الوقت ديت بيجي مانو اللي بيقول له انت لازم توقعها في حبك وتفعل البونجا بونجا. فهان بيتضايق بيمسكه وبيحدفه بره محل الخبز. بعد كده هان ومياو بيخبزوا اول تصميم حلويات، بتقول له افتح بقك يا عزيزي دوق، بتكون عايزه تاكله. فهان بيتوتر
بيتحرج. فبتقول له هو انت محرج ومش عاوز تاكل من ايدي؟ فبيقول لها لا. بيقرب منها وبياكل الخبز وبيعرفها ان الخبز بيكون لذيذ جدا. في الوقت ده مانو بيقرب منه وبيقول له انت كمان كلها بايدك وكمان قرب منها لفعل البونجا بونجا. فبيتضايق وبيمسكه يحدفه بعيد برا محل الخبز. بعد ذلك بيفتحوا محل الخبز وبيجهزوا جميع الحلويات وبيستنوا اي حد يجي يشتري، ولكن للاسف يا صديقي مفيش اي حد بيجي يشتري. فهان بيتفاجئ. اما مياو بتحبط جدا لان مفيش حد بيشتري حلوياتها، ولكن هان بيواسيها وبيقول لها ما تقلقيش احنا لسه فاتحين دلوقتي. في الوقت ده يا صديقي بتيجي الدكتوره المزه الخطيره روز وكمان ماهي اللي بيقولوا له كنا بندور عليك يا عزيزي. فبيقول لهم انا هنا في محل الخبز بساعد مياو على صناعه الخبز وبيعه. فبيتحمسوا جدا وبيقولوا له تمام يا عزيزي احنا كمان هنساعدك، وبيشتروا منه بعض الخبز. فمياو بتفرح جدا. بعد ذلك بتيجي كمان فرر والنجوم الاقوى وبيكونوا عايزين الحلويات وبيبداوا يختاروا الحلويات اللي هم يشتروها. فمياو بتكون فرحانه جدا ان في اشخاص بييجوا يشتروا من محل المخبوزات بتاع جدها، ولكن في الوقت ده بتظهر مجموعة من الشياطين اللي بيدخلوا يعملوا فوضى في المكان. بيعرفوا مياو ان هي لازم تقفل المحل الخبز ديت لان في احد الشركات النبيلة الخاصة ببيع الخبز بتبيع في المدينة ديت، وهي لازم تقفل محل الخبز ديت حالا. وبيكونوا هيهجموا عليها، ولكن النجوم بيتصدوا للشياطين بيقعدوا يتريقوا على شكلهم الغبي، وحرفيا النجوم بيمسحوا بكرامة الارض الشياطين. فالشياطين بيكونوا حساسين يا صديقي وبيزعلوا جدا، بيخرجوا من المكة وهم منهارين وبيعيطوا. في الوقت ده هان بيشكر ابنائه على عملهم. في الوقت ده هان بيشكرهم فبيقولوا له على الرحب يا ابي. فمياو بتكون فرحانة جدا ان هان ساعدها. فهان بيسألها عن المجموعة اللي بتنافسها، فبتعرفوا ان في مجموعة مشهورة جدا من النبلاء بتنافسها على بيع الخبز، وان هم بيعملوا خبز مميز جدا بيقدروا يكتسحوا بالمدينة، وان هي بسببهم اتضرت كتير، وان هي كمان مبقاش عندها سيولة ان هي تعمل خبز. فهان بيتفاجئ وبيقول لها طب المفروض نعمل ايه؟ فبتعرفوا ان المفروض يروحوا فتاة نبيلة، ودي بتكون احد الابراج يا صديقي وبيكون اسمها كيرا، وان كيرا الوحيدة اللي هتقدر تساعدهم. بالفعل بعدها هان بيروح عند كيرا علشان تساعدهم. بتقول له هو انت جاي ليه؟ مستحيل اني افعل طقوس الحب معاك او البونجا بونجا، انت شخص عديم الفايدة من العامية، ازاي شخصية نبيلة زي تقع في حبك انت؟ امشي يا هان. فبيتفاجئ وبيعرفها ان هو مش جاي علشان كده، هو جاي يطلب منها المساعدة، ولكن كيرا بترفض وبتقول له امشي، وبتمشي هي كمان. ولكن هان بيقرب منها وبيمسك ايديها، فبتقول له ابعد عنه وبتضرب ايده. ولكن في الوقت ديت كيرا بتتكعبل يا صديقي وبتقع على دماغها وبتفقد الوعي. فهان بينصدم وبيجري على كيرا علشان يطمن عليها. بعد مرور ساعات كيرا بتصحى من النوم، بتلاقي نفسها في مكان شبه المخزن، فبتكون متفاجئة. في الوقت ده بيتفتح الباب، بيدخل الشخص ديت وهو حاطط على راسه كيس وبيكون معاه شنطة حلويات. بيتكلم بصوت مرعب وبيقول لها انت لازم تاكل الحلويات دي. كيرا بتترعب وبتقول له انت عاوز مني ايه؟ فمش بيرد عليها، بيسيب لها شنطة الحلويات وبيخرج. وده يا صديقي بيكون هان بيكون جابها المخزن علشان تساعدهم، ودي طبعا بتكون خطة مان، لان لما فقدت الوعي كيرا هان ما كانش عارف يعمل ايه، ولكن مان اقنعه ان هو يخطفها ويخليها تساعده غصب عنها. بنروح لكيرا داخل المخزن، بتكون مرعوبة جدا وخايفة، بتقول انا لازم امشي من هنا. بتلاقي مخرج سري يا صديقي، بتروح تفتحه وهنا كانت الصدمة، بتلاقي ان هي اصلا خارج المدينة، فبتكون مصدومة. ولكن اللي ما تعرفوش ان المخبز اصلا بيكون على طرف المدينة، ولما بصت اعتقدت ان هي خارج المدينة، وده بيكون تخطيط مانو. وهكذا بعدها هكذا بتمر الايام. كل يوم يا صديقي هان بيجيب لها شنطة الحلويات علشان كيرا تاكل، ولكن كيرا طوال الوقت مش بتدوق الحلويات اساسا، بتكون عايشة في خوف ورعب، وبتكون معتقدة ان هم يخلصوا عليها، لدرجة انها مش بتاخد بالها ان هي اصلا في مخبز حلويات، وان اصلا مياو بتكون داخلة خارجة قدامها ومش بتشوفها اصلا بسبب خوفها، ومش بتكتشف الامر.
الأمر بتمر الأيام يا صديقي، وهكذا بطلنا بيجيب لها بعض الحلويات علشان تاكلها، ولكن كيرا بترفض. في أحد الأيام هان بيكون متضايق وبيدخل بشنطة حلويات علشان يأكل كيرا، ولكن بيلاقيها تعبانة جدا بسبب إن هي ما كانتش بقالها أيام، فبينصدم. بيجري عليها وبيقول لها أنت كويسة، بيزعق لها وبيقول لها ازاي ما تاكليش كل الوقت ديت. من كتر ما هو بيزعق يا صديقي الكيسة اللي حاططها على وشه بتقع، وكيرا بتشوفه وبتنصدم. بتقول له هان، فبيقول لها ازاي تعملي في نفسك كده، ازاي ما تاكليش الفترة ديت، انت كويسة، انا كنت خايف عليكي، طمنيني انت كويسة اتكلمي. فكيرا بتنصدم، بتتفاجئ ان هو خايف عليها ومهتم بيها، ومن اول نظرة يا صديقي كيرا بتقع في حب هان. بتقول هو ده الرجل اللي انا نفسي اتجوز منه، شخص بيكون مش عاوز انه ينضم العيلة النبيلة او عايز فلوس، هو بيحبني انا وبيهتم بيا انا. بتقول له هو انت كنت خايف عليا؟ فبيقول لها اكيد كنت خايف عليكي، انت بخير. فبتقول له لا تقلق يا عزيزي، وبتبص عليه بصة كلها حب، ومن الواضح ان هي خلاص وقعت في حب هان. بعدها كيرا بتعرفه ان هي بتكون متعبة جدا ومش هتقدر تاكل، فهو ياكلها. فبيقول لها اكيد يا عزيزتي، وبالفعل بيبدأ ياكلها بعض الخبز اللي بيعجبها جدا. فكيرا بتفرح جدا من اهتمام هان، وبتعرفه ان هي مش هتقدر تمشي بسبب جسدها الهزيل بسبب ان هي ما كلتش. فبيقول لها عادي ولا يهمك، بيبدأ يشيلها ويهتم بيها يا صديقي. وطبعا كيرا بتحب الاهتمام ووقعت في حب بكل تأكيد. كمان هان بيعجب بيها لما بيعرف ان هي فتاة لطيفة جدا. وطبعا مش محتاجة اقول لك يا صديقي، مانو بيجهز طقوس الحب. هان بيكون قاعد ومستني كيرا، بيكون خايف لا تعذبه زي يا صديقي رون، ولكن كيرا بتطمنه وبتعرفه ان هي برج الاسد وبتهجم عليه. من بعدها بتحصل حاجات مش عادية، حاجات مليئة بالرومانسية وافعال البونجا بونجا. وطبعا مش هتشوف ديت حفظا على ارتفاع درجة حرارتك. فلو تفتكر ان الحكاية انتهت على كده فلا والله. فلو عاوز الجزء التاني يا صديقي ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، نوصل الفيديو ديت اكبر عدد ممكن من اللايكات، تدشمل زرار اللايك يا صديقي وتشترك في القناة علشان انزل لك باقي الاجزاء، وتكتب لي في الكومنتات يا بطل نزل الجزء تاني عشان اعرف انك وصلت معايا للحظة دي. وسلام.